وهي بتحاول تربي عيالها بأسلوب يسمح لهم إن هم يعبروا عن رأيهم. الفيلم اللي معانا النهارده هو فيلم إمبراطورية مين. الفيلم بيحكي عن منى واللي هي سترونج اندبندنت وومن واللي بتشتغل مديرة في وزارة التربية والتعليم، وكمان بتربي 6 عيال لوحدها بعد ما جوزها مات. طبعا بنشوف ان لكل عيل من عيالها شخصيته والمشاكل الخاصة بيه ما بين الدراسة والمراهقة والتمرد والانفتاح على الحياة، وهي بتحاول تربي عيالها بأسلوب يسمح لهم ان هم يعبروا عن رأيهم، لحد ما بيظهر في حياتها أحمد واللي بيكون عايز يرتبط بيها ويتجوزها. وهنا بتبدأ تعيش الصراع ما بين رغبتها في الحب والجواز وبين خوفها ان ده يأثر على عيالها ويحسسهم ان هي اتخلت عنهم. الفيلم طبعا بيناقش قضايا المرأة العاملة والضغوط العاطفية والاجتماعية اللي بتتعرض لها، ده غير انه بيسلط الضوء على مفهوم الأسرة الحديثة والتغيرات اللي ظهرت على اللايف ستايل ساعتها. وعلشان كده انا هديله الدايموند ميدال، ده غير انه ترشح لجوائز دولية كتير. وبس كده، ده كان رأيي في الفيلم. ما تنساش تشوف الفيلم وتقول لي رأيك في الكومنتس، وكمان تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت على الانستجرام وتيك توك وفيسبوك تعمل لي فولو.